السلام عليكم. اليوم في مطبخ ام وليد ان شاء الله راح ندير لكم مركز الليمون. يعني طلبوه بزاف مني باش نعملوا لهم، لكن الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح يكون بالاشتراك مع حبيبتي وصديقتي ميليسا كاهنه صاحبه قناه لي ديليس دو ميليسا كاهنه. والله قناتها روعه، حتى وصفاتها ما شاء الله. انا واحده من الناس تعجبني بزاف ونتابعها. نتمنى انكم تتبعوها وتشوفوا وصفاتها. راح نحط لكم الرابط تاع القناه تاعها اسفل لا فيديو. وحتى هي راح تعمل لكم مركز البرتقال التشينا. يعني احنا باش نعطوكم وصفتين مختلفتين. يعني حبيتو تاع القارص راح نعملها لكم، حبيتو تاع التشينا شوفوها عند حبيبتي ميليسا كاهنه. واش راح نحتاج في هذه الوصفه؟ راح نحتاج الليمون، العصاره والسكر. يعني هذا واش راح نحتاجو. اول حاجه نبدا بها هي نحكم الليمون تاعي ونعصره. يعني انا دائما نبحث لكم على اسهل الوصفات وابسطها. كاين بزاف وصفات تاع مركز الليمون، ما نحبوش نصعبوا في الوصفات تاعنا. اذا راح نكمل نعصره كامل ونرجع لكم. اذا ها هو الليمون تاعي بعد ما عصرته. واش ندير؟ نحكم نقيسه. مثلا نحكم هذه الغرفيه نفرغ عليها، نفرغ فيها عصير الليمون تاعي بهذه الطريقه. درت لي كيله تاع عصير الليمون، نديرو في علبه بلاستيك وندير نفس الكيل نديرو السكر. على هذا قلت لكم طريقه بسيطه وسهله والنتيجه ولا اروع. متاكده انها راح تعجبكم. اذا ندير كيله تاع السكر، يعني كيله ليمون كيله سكر. اذا ندير عليه السكر ونخلطهم كما رانا نشوفوا. اذا نديرو في الثلاجه لمده 24 ساعه. يعني كل 4 سوايع خلطيه، لانه هذاك السكر راح يهبط. احنا الهدف تاعنا وشنو هو؟ انه هذا الخليط يولي لنا على شكل سيرو، يعني السكر يذوب كامل ويولي ثقيل. يعني كديروا هكذا بالمغرف تشبيه ثقيل، يذوب لنا كامل السكر. اذا نحطه في الثلاجه 24 ساعه، وكل 4 سوايع خلطيه. ونلتقي غدا ان شاء الله باش نشوفوا النتيجه. اذا هنا بعد ما جازت 24 ساعه على المركز تاع الليمون تاعنا، ها هو جبدته من الثلاجه. راح نشوفوا القوام تاعو كيفاش يجي. ها هو يجي على شكل السيرو، يعني يولي ثقيل. يعني السائل يولي عندنا ثقيل لانه هذاك السكر كامل داب. الان الطريقه كيفاش نديرو، يعني كيفاش نجهزوا هذا العصير الليمون تاعنا. نحكموا كاس. واش نديرو الربع تاع الكاس تاعنا مركز الليمون. اذا ربع الكاس نديروه مركز الليمون، يعني الكاس ولا الطاس ولا واش راح ديري، المهم الربع تاعو يكون ليمون بهذه الطريقه. ونكملوه بالماء. على هذا سميناه مركز الليمون. اذا ونكملوه بالماء. اذا ها هو عصير الليمون تاعنا واجد. والله غير روعه، حتى ذوقوا. يعني ما يجيش فيه هذيك لاسيد. يعني كي نعصروه جديد الليمون يجينا فيه لاسيديتي، كاين اللي ما يحملهاش، لكن هذا ما يجيش فيه لاسيد لانه هذاك السكر نحلنا كامل لاسيد. اذا ها هو العصير الليمون تاعنا نقدموه لافراد العائله تاعنا بهذه الطريقه. ها هو امامكم. ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. يعني حتى تعجبكم ثاني طريقه ميليسا كاهنه حبيبتي اللي حتعمل لكم مركز البرتقال. اذا ها هما الوصفتين يعني بين يديكم، جربوهم. والى عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده. لكن نسيت حاجه فقط، انه هذا المركز تاع الليمون تقدري انك تجمديه ديريه في الكونجيلاتور وتخبيه للصيف. يعني انا في الشتاء الان تخبيه لفصل الصيف، راح تجبديه راح تصيبيه كما هو. الا كنتي راح تستهلكيه تقدري تخليه في الثلاجه الى غايه مده الشهر ما حيصرى له والو. كيما تقدري تخبيه في الثلاجه حتى لمده 6 اشهر. اذا الى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله.